عمرك حسيت إنك مش قادر تفهم كلمة واحدة طول ما إيدك فاضية أو رجلك ثابتة؟ تلاقي نفسك بتفك وتركب في القلم أو بتخبط على الترابيزة بإيقاع محدش سمعه غيرك. الناس بتفتكرك مش مهتم، بس الحقيقة إن الحركة دي هي اللي مخلياك صاحي. مخ ال ADHD محتاج مستوى معين من الاستثارة عشان يقدر يركز في المهام الصعبة. الحركة البسيطة دي بتفرز دوبامين ونور أدرينالين، كأنك بتدوس بنزين لدماغك عشان ما تفصلش. يعني التململ مش تشتت، ده أداة ضبط لجهازك العصبي بتحميك من السرحان. طيب إزاي نستغل ده بالشياكة؟ استخدم أدوات تململ مخصوصة زي الفيجت تويز تكون صوتها هادي، أو جرب تذاكر وانت واقف، أو امسك كورة ضغط في إيدك التانية وانت في اجتماع. ما تحبسش طاقة جسمك، خلي الحركة تخدم عقلك وبطل تتكسف من طبيعتك. دماغك متصممة تتحرك عشان تبدع، افهمها واديها مساحتها. احنا مش محتاجين نكون تماثيل علشان ننجح، احنا بس محتاجين نفهم بعض. افخر بحركتك لأنها دليل على عقل بيعشق الحياة.